السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم لي ديليز دو مامو. وصفتنا لها اليوم كما راكم تشوفوا مقادير جد بسيطه. راح ندير معكم خبز الفسال، طريقه سهله والنتيجه رائعه البنات. تبعوا معايا الوصفه للاخير ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. مقادير وصفتنا اليوم وهي خبز الفسال. نسحقوا 2 كيسان فرينه، كاس سميد رطب، مغرف معمره مليح خميره الخبز، مغرف سكر، مغرف صغيره تاع الملح، مغرف صغيره تاع القهوه ملح، 2 مغارف كبار زيت، وراح ندي من المارغرين ديما راح ندي مغرف كبيره. بسم الله البنات، كما سبقت قلت لكم خبز الفسال النتيجه رائعه. هاد الوصفه خبوها لرمضان ان شاء الله. راح تحضروها مع الشوربه وليماله. نبداو. راح ندير كاس سميد رطب. هنا البنات تقدري تعجني بيدك، كون تقدري تعجني بالبيتخا. 2 كيسان فرينه. نخلطوا النواشف البنات مع بعض، مغرف سكر، خميره الخبز، مغرف قهوه معمره مليح ملح، زوج مغارف زيت، مغرف معمره مليح زبده تكون طريه. نبسوا العجينه تاعنا، نبسوا فرينه مع السميد والنواشف مع بعض. هنا راني دفيت كاس ماء. نبدا نلم في العجينه تاعي غير بالعقل. العجينه نسحقها طريه وتتلاصق نوعا ما في اليد باش تمد لنا نتيجه رائعه. هنا راني درت كاس والكاس الثاني غير بالعقل. هنا البنات راح ندير لها انايا حبه حلاوه باسكو ما عنديش ساندويتش، وانتي لا عندك ساندويتش ديري لها ميم حبه حلاوه راح يمد لها الطعم والرائحه رائعه البنات. والعجينه طريه نديرو الزرارع. هنا راح نزيد لها شويه تاع الماء سخون. كما قلت لكم نسحق العجينه طريه. دوكا نحطها سوغ لو بلان دو طرافاي، واللي عندها لو بيتران ديرها الدور في البيتران. فوالا البنات، سواء عجنتيها باليد ولا في البيتران راح نتحصلوا على نتيجه واحده، وهي عجينه طريه وملساء. هكذا البنات نديرها شغل بول هكذا، نردها في الغيسيبيون، نغطي عليها، نحطها في مكان دافئ تختمر ونرجع لكم. شوفوا العجينه البنات بعد ما خمرت ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا نحيها سور لو بلان دو طرافاي ما شاء الله. نديرها شغل بوده ونقسم حجم الكرة. واش راكي حابه ديري الخبزه تاعك، يعني لي فيسال تاعنا كيفاش انا حابين الحجم تاعهم. حبيتيهم رقاق حبيتيهم صغار، انتي واش راكي حابه. فوالا نجيبو
الخبزة تاعنا نحلوها على شكل مستطيل. عجينة رائعة البنات، شوفوا كيفاش نبداو نفاصونيو فيها. هكذا نعاودو ندخلو مليح، راني نخدم بالهاد اليد بالعاني باش تشوفوا. نغلقو كاع الاطراف ونبداو نطولو في الفيسال تاعنا. الحجم اللي حبيتي. هذه نخليها على جنب وندير واحده اخرى معاكم. هاي ليك الاولى، نجيب واحده اخرى البنات نحلوها على شكل مستطيل. عجينه رائعه البنات. انا اللي درت لها حبه حلاوه، نتوما ديروا سانوج ولا كيما انا حبه حلاوه. لا نلمو هكذا العجينه، نغلقوها مليح وندورو. نغلقو مليح الاطراف هكذا ونحل الخبزه تاعي الحجم اللي راني حابه. فوالا البنات هكذا نكملهم كاع، نديرهم في السنيوه نخليهم يزيدوا يختمروا، ونشعل الفور تاعي على 180 درجه، نطيبهم ونرجع لكم. بسم الله ما شاء الله. شوفوا البنات خبز الفيسال كيفاش طلع، ما شاء الله ما شاء الله. وصفة ناجحة 100%. عندي صفر حبة بيض، الفرن راهو شاعل البنات على 180 درجة. ندهن الخبز تاعي تحبي تخليه هكذا، تحبي تزيدي له الزرارع اللي درتيهم ديجا داخل العجينه. انا راح نزيد له شويه، راح يبدلو كما قلت لك الطعم والشكل. عندي شويه حبه حلاوه راح نزيد نديرها من الفوق هكذا البنات. نكملهم كاع هكذا بنفس الطريقه، نديرهم يطيبوا ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. هاوليك خبز الفيسال البنات كيفاش خرج معنا، بسم الله ما شاء الله. تحضروه لرمضان ان شاء الله مع الشريبه. رائع البنات، شوفوا كيفاش جا حميمر. شوفوا البنات ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه وتكتبوا رايكم في الكومنتير. والى وصفة اخرى ان شاء الله.